داخله معاكي في تحدي عامه. ان شاء الله في خلال اسبوع هتيجي تشكريني، بس مش هوريك اكتر من كده. ده كان شكل بشرتي لما البراند دي تحدتني وانا قبلت التحدي. قالت لي في خلال اسبوع الالتهاب ده كله هيقل والحبوب الاكتف دي كلها هتدبل. وبصراحه اللي شجعني ان انا اقبل التحدي مكونات التونر بتاعهم. اول حاجه النيسيناميد اللي هو اوريدي بيقلل من افراز الدهون وكمان بيحسن شكل المسام. وتاني حاجه الجرين تي اللي بيقلل البكتيريا وكمان البشره الدهنيه بيساعد في تقليل ظهور الحبوب وبيعقم البشره. والجديد بقى ماده البروبوليس ودي ماده انتي بكتيريال بتحارب البكتيريا اللي بتسبب الحبوب. وكل ده بقى بيعمله من غير ما ينشف البشره، ان في خلاصه الالوفيرا والهيالورونيك اسيد وخلاصه الخيار، يعني بيرطب وكمان بيقلل الالتهاب. استخدمته مرتين في اليوم على بشره منديه، بس لازم ارج الازازه كويس وبعدين باخد منه وابتدي احط على البشره كل يوم. وعايزه اقول لكم ان انا مجرد ما بهوي على البشره كده التونر بينشف في ثواني يا جماعه، في ثواني التونر بينشف من على البشره، لكن بيسيب البشره فيها جلو صحي كده، مش اوفر، لا جلو صحي، هيلثي جلو. وده كان شكل بشرتي بعد استخدام اسبوع من التونر. الالتهاب القل والحبوب ابتدت تدبل. واكتر حاجه لاحظتها ان التونر بتاع اي ام كوزماتكس بيدبل الحبوب اسرع من العادي، يعني لو الحبايه بتقعد معاكي اسبوع هو بيقعدها مثلا 3 ايام. وعايزه اقول لكم ان ده كان شكل بشرتي بعد تقريبا 3 اسابيع من الاستخدام. حبيته لدرجه ان انا طلبت منه واحد تاني من قبل حتى ما يخلص. العيب الوحيد فيه ان ريحته كيميكال شويه، وده لان البراند رفضت ان هي تحط فيه اي عطور عشان يناسب البشرات الحساسه. لازم تجربوه.